السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه رميسة. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وانتم تشوفوا هذا الفيديو. اليوم جينا نديروا الرفيس التونسي. المقادير عندنا كيلو تاع تمر، نحيت له النواه تاعو ودرت فيه وفورته درته في اناء راهو دافي. ودوكا نزيد كان عندي سميد دشيشه، انا باش كيفاه تعيطولها سميد الخاشن، رمته وحندير له حنضيفه مع. تبعوا معايا الفيديو باش تشوفوا طريقه تحضير الرفيس التونسي. فوالا ضفت السميد تاعي وراهو سخون. نضيفوا عليهم هنا كيلو تاع تمر وكيلو تاع دشيشه، بيان سور محمصه ثاني وتكون دافيه كي نحطها عليها. ما حبيتش نخليها سخونه بزاف باسكو نضيف لها. هنا كانت فضلت لي زبده ذائبه، تقدروا ديروها ماشي ذايبه. تومه حوالي 400 غرام. بيان سور نخلط بالملعقه مع الاول لانه راهو سخون هكذا. وهذا كي كان مفور راح يجيكم سهل. بيان سور تبداو تخلطوا. راكو تشوفوا الزبده كيف راها تذوب. وكاين اللي يضيفوا لهم، كاين اللي يسموه الكعبوش، كاين اللي يسموه الرفيس التونسي، وبيان سور كاين اللي يزيدوا له مام العسل اللي يديروه كي طمينه. انا مانيش متوافقه معاهم، انا بالنسبه ليا ما درتوش بالعسل لانه التمر حلو بطبيعه الحال. راكو تشوفوا الزبده كيف راها تذوب. بيان سور كي يبرد شويه تبداو بالمغرفه تخلطوا المكونات. كي يدفى شويه يبرد شويه شي يدفى شويه كي يبرد شويه بيان سور تعجنوه مليح بهذه الطريقه. اما بالنسبه للتشكيل فيبقى اختياري، كيما حبيتو شكلوه. انا شوفوا كيفاش شكلته هكا، شكلته دويرات ولا ديروه في المول كيما تحبوا، يعني الشكل يبقى اختياري حسب الرغبه. وهذا ما كان. وما تنساوش تمدوا شويه للاهل والاحباب واللي تعم السعاده والمحبه، واللي ما عندوش مام ثاني ياكل وعلى هلاله. هكذا من العادة تاعنا تاع بكري اللي يتفكروا جيرانهم. هذا ما كانوا اللي وصل لهذه النقطة نقول له ما بقى لي غير نقول لك دير لي جام اذا عجبك الفيديو، جام و بارطاجي وعلى هلاله من اسهل الوصفات اللي كابابل ديروهم. و يعني في ظرف واجز، يعني ديروا التمر باختصار. التمر تفوروه، تنحولوا هذاك العظام تفوروه. الدشيشه تحمسوها، تقدروا ديروا الدشيشه تحمسوها، تقدروا ديروا نصف ديروه طمينه ونصف ديروه رفيس تونسي. هكا درت انايا. والزبده هذا ما كان. والعسيله هذا انا ما نفضلهاش، واللي يحب يديرها. انا بالنسبه ليا التمر حلو، ما نكله نزيد له يعني سكريات يعني يقدر يضرونا. يعني التمر فيه سكر طبيعي. هذا ما كان. وسلام، باي باي.